في البداية مش عايز حد من الرجالة تزعل مني. انا هعمل الفيديو ده على سبيل الهزار، وعشان تاخد بالك لو بتاخد اي منشطات جنسية وبتظهر عليك اي حاجة من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي، تاخد بالك وتحاول ما تظهرهاش لزوجتك. وبالنسبة للسيدات، لو لقيتي اي علامة من العلامات اللي هقولها دلوقتي، اعرف ان جوزك غالبا، مش اكيد لكن غالبا، بياخد منشطات. وعلشان هفيدك كراجل وهفيدك كست في الفيديو ده، يبقى لازم استفيد منكم بانكم تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول علامة بتظهر على الراجل لو واخد منشطات جنسية ان يجيله اعراض برد وهو ما عندوش برد، يعني فجأة وبدون مقدمات مناخيره تقفل ويحصل له زي زكام وما يعرفش يتنفس، وفجأة برضه تروح الاعراض دي. فلو كان برد هيكمل معاه يومين او 3، لكن لو واخد منشط بمجرد ما مفعول الحباية يروح هتروح الاعراض دي خلال 24 ساعة. تاني علامة عينه هتحمر. معظم البرشام المنشط بيعمل ارتفاع في الضغط، وده بيأثر على ضغط العين، فبيتدفق كمية من الدم للعين، فبالتالي العروق اللي في العين بتحمر كأن عينه ملتهبة. فلو حصل كده وكانت عينه سليمة ما فيهاش أي التهابات أو مشاكل تانية، يبقى غالبا واخد حباية منشطة. واللي هيأكد لك أكتر إن بعد ما مفعول الحباية يروح عينه هترجع لطبيعتها، فخلي بالك منك ليه. تالت علامة التثاؤب الكتير. بعض أنواع الحبوب المنشطة بتعمل عملية خمول في الجسم وبتخلي الراجل يتاوب كتير وتلاقي دماغه تقيلة، خاصة الحبوب اللي أصل استخدامها إن مهدئة وبتعالج القلق والتوتر. عيبها زي ما قلت بتقل الدماغ وبتخليك تتاوب كتير، لكن ميزتها إنها بتعمل تأخير كويس. فلو حصل لك حاجة من الأعراض دي حاول تداري عن زوجتك لا تفضحك، ولو انت كست خدت بالك يا ريت تستوري على جوزك لأنه بيعمل كده علشان يبسطك. رابع علامة الإلحاح الشديد. عليك إنه يقضي ليلة حلوة. من الطبيعي إن الراجل يلح على زوجته إنهم يقضوا ليلة حلوة، خاصة لو زوجته بتعاني من البرود الجنسي. لكن الإلحاح الشديد اللي مش طبيعي بسبب معين، زي مثلا راجع من سفر طويل أو اديله فترة ما عملش حاجة أو أي سبب تاني يخليه إن هو يلح عليكي، ماشي. لكن لو بيلح عليكي من غير سبب ومن غير أي داعي خالص، غالبا هيكون واخد حباية وخايف لمفعولها يروح، فعلشان كده بيلح عليكي. أما بالنسبة لموضوع الأداء الغير طبيعي فده مش مقياس، يعني ممكن الشخص يبقى نفسيته هادية وباله مرتاح والدنيا رايقة معاه فيأدي أداء كويس، لكن لو في مشكلة أو في حاجة مضايقاه أو في تفكير في دماغه هتلاقي الأداء مش أحسن حاجة وأداؤه مش كويس. فحتة إن هو مرة يكون أداؤه كويس ومرة يكون أداؤه مش كويس، ده ما يدلش على إن هو واخد أي منشطات جنسية. ممكن يكون واخد وممكن ما يكونش واخد. وعلى عموم العلامات الأربعة اللي أنا قلتهم مش قاعدة ولا حاجة، لكن إحنا بنقول غالبا. فلو ظهر أي علامة من العلامات دي على جوزك ممكن يكون واخد وممكن ما يكونش واخد. وبفكركم إن الفيديو ده على سبيل الهزار مش أكتر. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زر الإعجاب واشترك في القناة علشان نوصل لأكبر عدد من المشتركين في وقت قريب. سلام عليكم.